عشاق الساحرة المستديرة أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. ينتظر فريق الهلال زعيم آسيا مباراة تاريخية، مباراة يستطيع من خلالها الوصول والعبور إلى مباراة نهائي كأس العالم للأندية، وينتظر الفائز من مباراة الشياطين الحمر الأهلي المصري في مواجهة الميرينج ريال مدريد في أجواء عربية وأمامنا فرصة لكتابة وصناعة التاريخ. زعيم آسيا يستطيع. الشياطين الحمر عندهم قدرة. ممكن نعمل نهائي عربي لأول مرة في تاريخ مونديال الأندية يجمع زعيم آسيا مع نادي القرن الإفريقي المصري الأهلي. نقدر ليه لا؟ عملها زعيم آسيا في مستوى المنتخبات، وقدر انه يقهر ميسي ورفاقه، واطلقوا صيحة ميسي وينا كسرنا عينا، وانتصر المنتخب السعودي وحقق انتصار كبير جدا غير مسبوق عربيا ولا اسيويا بالفوز على الارجنتين بهدفين مقابل واحد. عندنا القدرة. لو بصينا النهاردة في التشكيلة اللي بيلعب بها الفريق فلامينجو البرازيلي، فلامينجو معاه مدير فني برتغالي بريرا، وعنده 54 سنة. بريرا عامل موسم طيب حتى الآن، لعبوا 6 مباريات في الدوري، هم في المركز الأول، جمعوا 14 نقطة من 6 مباريات. يعني مستواهم طيب في دوري قوي، دوري الصمبا والرومبا، والدوري اللي فيه الإثارة والمتعة والجمال. لكن إذا كانوا هم ملوك الصمبا، فعندنا أيضا دوري سعودي على أعلى مستوى، الدوري اللي فيه الاتحاد والنصر والهلال. عندنا كريستيانو رونالدو، عندنا لاعبين على أعلى مستوى. لو بصينا البريرا بيلعب بطريقة لعبه إزاي، ونبدأ من خلاله نقدر نشوف احنا ممكن نواجه الشكل ده ازاي. بريرا المدير الفني بيلعب 4-2-2-2، يعتمد على رباعي خط الظهر. عنده لعيبة يمكن سبق ولعبت في أوروبا، زي لعب فيليب لويس الظهير الأيسر، لعب لأتلتيكو مدريد. أيضا عنده ديفيد لويز لقلب الدفاع، لعب الأرسنال الإنجليزي. عنده أرتورو فيدال في وسط الملعب، لعب لبايرن ميونخ ولبرشلونة. عنده لعيبة على أعلى مستوى يمكن تواجدت. عنده إيفرتون حارس المرمى، واحد من الحراس اللي كانوا موجودين في قائمة البرازيل السيليساو في كأس العالم. لكن طريقتهم من 4-2-2-1 دي الطريقة اللي بيلعبوا بيها فلامينجو. نتوقع انه يكون ايفرتون، وده حارس خبرة، انه يكون متواجد، لكن هو بيعمل روتيشن وتدوير في مركز حراسة المرمى. ولازم رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي يعني ياخد باله من الكلام ده، انه بيغير ال3 الحراس، مرة سانتوس مرة ايفرتون، بيعمل تبديل. فاريلا ظهير ايمن رقم 2 بيلعب في الجانب الايمن. بيدرو 4 قلب دفاع، وبجواره ديفيد لويس الخبرة 37 سنة، وبيلعب في الجانب الايسر. هو بيلعب بفرودين عشان يعمل الضغط من بدري، بيعمل ضغط عالي في الامام. بيلعب ببربوسة رقم 10 وبيدرو رقم 9، دول الاثنين رأسي الحرب. اخر مبارياتهم كسبوا بهدف مقابل لا شيء امام بوافيستا كلوب، والمباراة كانت اللي قبلها على طول نهائي كأس البرازيل، خسروا 4-3 بعد مباراة دراماتيكية امام بالميراس 4-3، وعملوا مباراة قوية جدا. قدر لعب بربوسا انه يسجل هدفين، منهم هدف من ركلة الجزاء. مميز في ضربات الجزاء، عنده عناصر خبرة، عنده عناصر شابة. يمكن عنده لاعبين موجودين من تشيلي فيدال، وعنده 2 لاعبين موجودين من الأوروغواي في تشكيلة فريق هذا الفريق. لكن إذا كان عندهم فيدال ولويس فيليب لويس، فعندنا الزعيم بالنجوم الكبار. النجوم عندنا موسى ماليجا وكاريو، وعندنا محترفين فيتو، وعندنا يمكن خسارة غياب محمد كنو لعب وسط الملعب. لكن عندنا في الهلال لاعبين نقدر نوصل بهم لمباراة النهائي. كلنا ثقة في الهلال،
في جماهير الهلال انه يحقق انتصار عربي كبير ويصل لمباراة النهائي وينتظر الشياطين الحمر، ويكون هناك نهائي عربي 100% صنع في الوطن العربي. كل الأمنيات بالتوفيق، كل الدعوات من هنا من مصر لفريق الهلال زعيم آسيا انه يصل للنهائي، وانه زي ما منتخب السعودية شرف الكرة العربية والمنتخب المغربي أيضا وصل للمربع الذهبي، وإحنا في أرض المغرب، أرض التحدي وأرض العزيمة وأرض الإصرار، نقدر نحقق المستحيل ونقدر نصعد. الأهلي المصري عمل انتصارين متتاليين وعنده مباراة يعني صعبة أمام الميرينج ريال مدريد، لكن الثقة، كل الثقة في فريقي زعيم آسيا والشياطين الحمر الهلال والأهلي إن هم يقدموا مردود طيب. وأيا من كانت النتيجة فسنسعد جميعا ونفرح جميعا بما قدمه الهلال والوداد والأهلي المصري في نسخة استثنائية في عام استثنائي، ويكون عام 23 هو عام الخير على الكرة الآسيوية والعربية ممثلة في زعيم آسيا الهلال والأهلي المصري. حاولنا نعمل إطلالة كده على المباراة اللي هتقام في 9 بتوقيت مصرنا الحبيبة بعد يمكن دقائق من الآن، ولكن حاول نقدم روشتة كده لرامون دياز المدير الفني لفريق الزعيم آسيا الهلال انه يعبر، وان شاء الله عندهم القدرة بالنجوم الكبار، نجوم المنتخب السعودي واللي موجودين في الهلال السعودي. كل الدعم للهلال في مواجهة فلامينغو البرازيلي انه يعبر للمرحلة القادمة. التحدي قادم والهلال يستطيع، وشعارنا نقدر نوصل للنهائي ونجعلها عربية 100%. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في قناة المعلق الرياضي.